أحداث الفيلم المقتبس من قصة حقيقية بتبدأ وسط المناظر الطبيعية الساحرة لجبال البرينيه في إسبانيا، وفي مكان نادر ما بيظهر فيه أي إنسان كاميرا تصوير بتتلاقى مدفونة وسط التلج على منحدر جبال باليندرو. ومن هنا الفيلم بيرجع بينا أسبوع كامل لورا ليوم 25 ديسمبر سنة 2000. في عيلة كبيرة بتتجمع علشان تحتفل بعيد الميلاد، ومن ضمنهم الزوجين بيب وإيلينا، ومعاهم أوريول اللي لسه سايب صاحبته الجديدة. الاحتفال بيبدأ ببنت صغيرة بتقول شعر، بس بدل ما تقف على كرسي بتقرر تقف فوق الكنبة. وفي نفس الليلة الشاب خوسيه وهو ماشي في الشوارع المتزينة بعيد الميلاد بيطلب ايد صاحبته مونيكا للجواز، ومونيكا طبعا بتوافق على العرض وبتقبل تتجوزه. ويوم 30 ديسمبر بيبدأ اليوم الأول من الرحلة. العروسين الجداد بيلاقوا نفسهم واقفين وسط زحمة عربيات رهيبة وهم في طريقهم لمنتجع التزلج. أصل الناس اللي عايزة تطلع الجبل وتشوف المناظر من فوق كتير جدا، وخوسيه بدل ما يستمتع بالرحلة بيكون مشغول بتحضير الدكتوراه بتاعته. لكن مونيكا بتصر انه يسيب المذاكرة شوية ويبص على المناظر الحلوة بره الشباك، وبالذات زحمة العربيات اللي واقفين فيها. ولحظتهم الحلوة جوه العربية بتتقطع بوصول أصحاب مونيكا أوريول وبيب وإيلينا، وبيشاوروا للعروسين إنهم يمشوا وراهم على طول لحد موقف عربيات جانبي جنب المنتجع الرسمي، يعني باختصار طريق مختصر لقمة الجبل. ولما بيوصلوا هناك السياح بيركنوا العربيتين في جراج، وفي صليب تذكاري موجود في المكان، يمكن علشان يبارك للناس اللي بتطلع الجبل، أو يمكن يكون ذكرى لناس طلعت قبل كده ومرجعتش. بعدين السياح بيبدأوا يستعدوا لطلوع جبل باليندرو اللي ارتفاعه حوالي 2500 متر. وأثناء ما بيتكلموا عن خططهم لرأس السنة، بيب بياخد باله إنه خوسيه مش بتاع تسلق خالص، وكمان جايب معاه زلاجات مش مناسبة قوي للطلوع. لكن بما إن الطريق معمول للمبتدئين فالموضوع المفروض يعدي. وبسرعة الخمس سياح بيكتشفوا انهم مش الوحيدين اللي عرفوا المكان السري ده. اصل في مجموعة تانية من 3 اشخاص موجودين في الجراج ومستعدين هما كمان يطلعوا الجبل. وبعد ما يتفقوا يتقابلوا بالليل على العشاء، ال3 بيتحركوا الاول ويسبقوا ال5 علشان يبدأوا الرحلة. وفي الوقت ده فريق الإنقاذ بقيادة الراجل الخبير سيسكو وابنه برنات بيعمل تفجيرات في الجبل علشان ينزلوا انهيارات ثلجية بشكل آمن وتحت السيطرة. وبعد ما بيخلصوا تنظيف المنحدرات، الأب وابنه بينزلوا الموقف العربيات، وبعدها بيروحوا لمقر الإنقاذ المحلي علشان يقضوا نبطشية العيد. لكن أول ما بيوصلوا بيكتشفوا خبر مش مطمن خالص: إعصار شديد في طريقه ناحيتهم، والرياح ممكن توصل سرعتها ل 200 كيلو متر في الساعة. أوريول اللي عنده خبرة كبيرة في الجبال بياخد عيلته ومعاهم خوسيه اللي انضم ليهم، وبيبدأوا يطلعوا في الطريق المضمون لفوق. لكن مونيكا لما بتشوف ان عريسها الجديد متأخر عن أصحابها واللي متعودين على الرحلات بتقترح عليهم ينزلوا. خوسيه طبعا مش عايز يبان ضعيف قدامها، فمصر ان يكملوا الطلوع. وبعد شوية المجموعة بتقف ترتاح وتاكل حاجة وياخدوا صورة كلهم مع بعض. وخوسيه بيقول لهم ببساطة: اضحكوا علشان الصورة تطلع حلوة. والصورة دي بالذات هي نفسها اللي هتبقى مدفونة في التلج بعد شوية، بس لسه الحكاية في أولها. وهم مكملين الطلوع، مونيكا بتتكلم مع خطيبها عن خططهم للسنة الجديدة. هي عايزة تتسلق جبال الإنديز في أمريكا الجنوبية على جبل ارتفاعه 6000 متر. خوسيه من كتر خطط خطيبته راسه بدأت تلف ويدوخ. هو لسه بيحاول يخلص الطلعة السهلة دي، ومونيكا عايزة تاخده من هنا لأعلى قمة في الإنديز، وده غير الجواز وتجهيز الشقة والدكتوراه والسفر. ورغم اختلافاتهم الاتنين بيكملوا طلوع الجبل مع أصحابهم. وأوريول بيشوف ال3 اللي اتعرفوا عليهم الصبح في جراج وقربوا خلاص يوصلوا للقمة، وده بيخليه يتحمس ويزود سرعته. وخوسيه علشان يثبت إنه قادر بيزود سرعته هو كمان. وبعد ما الاتنين بيسبقوا أصحابهم بيقفوا ياخدوا استراحة قصيرة، وهناك ابن المدينة الفرفور ده بيقابل واحد من سكان الجبل الحقيقيين، معزة جبلية من نوع الشموا. لكن كل ما السياح بيطلعوا أكتر الجو بيبدأ يبرد أكتر، وأوريول باعتباره أكتر واحد عنده خبرة في المجموعة بيبدأ يخاف، فبيقترح يأجلوا الطلعة دي لوقت تاني وينزلوا. أصلهم لابسين هدوم خفيفة جدا، والطريق لفوق بدأ يبقى كله تلج ومزحلق. ال5 بيلفوا علشان ينزلوا، وفجأة التلج بيبدأ يطير ويتجمع فوق منحدرات الجبل. العاصفة وصلت وهبات الرياح بتشتد بشكل مخيف، والهواء لما بيعدي فوق سلسلة الجبال سرعته بتزيد بشكل جنوني، والتلج اللي كان على الأرض بيطير في الهواء بيتحول لحاجز أبيض بيغطي كل حاجة. العاصفة التلجية بتهجم على السياح والرؤية بتختفي تماما، وفجأة الشباب بيبدأوا يضيعوا من بعض وسط البياض والتلج،
وفي وسط العاصفة وبعد ما بيلبسوا بالعافية أي هدوم إضافية موجودة في الشنط، التزلج بيجمعهم تاني، بيقفوا في دايرة علشان يحموا بعض ويحاولوا يطلبوا المساعدة بالموبايلات. لكن الشبكة في المكان المقطوع ده ما فيهاش إرسال خالص، وساعتها بيفتكروا مصيبة أكبر. مفيش حد أصلا عارف إنهم طالعين جبل باليندرو، يعني لو اختفوا هنا محدش هيعرف يدور عليهم. أوريول بيقترح الحل الوحيد قدامهم، ينزلوا فورا لتحت لموقف العربيات. الخطة شكلها بسيطة ومضمونة، لكن الواقع بيكون حاجة تانية خالص. وهما نازلين رياح العاصفة بتوقعهم على الأرض وبتفرقهم عن بعض وسط التلج واللي ما بقاش باين منه أي حاجة. إلينا بتلاقي خوسيه وبتاخده معاها لحد مونيكا. أصل مونيكا التلج كان مغطيها لحد وسطها، فبيبدأوا يحفروا وينقذوها، لكن الزلاجات بتكون مدفونة جوه التلج ومش عارفين يطلعوها. ومع الزلاجات مونيكا بتضيع منها فردة جزمة. خطيبها بيقترح يلف الشنطة على رجلها بدل الجزمة علشان رجلها ما تتجمدش، ويرمي أي حاجة مش ضرورية من الشنطة علشان يخفف الوزن. في الوقت ده التلج كان غطى حد تاني كمان، أوريول، بس أكتر بكتير من مونيكا. غطاه لحد صدره وجنبه بيكون بيب بيحاول يحفر بالزلاجات علشان يطلعه، لكن من غير فايدة. وفوق ده كله بيب مش مستحمل البرد وكان خلاص قرب يفقد وعيه من شدة التجمد. وبسرعة إلينا بتلاقيهم. في البداية بتفوق جوزها وبعدها بتجيب باقي السياح عند أوريول. المجموعة بتحاول تفك أوريول لكن فخ التلج ماسكه بقوة. في الوقت ده رجال الإنقاذ بيعرفوا إن العاصفة اللي ضربت الجبل مش سهلة خالص. هبات الرياح وصلت ل 140 كيلو متر في الساعة، ودرجة الحرارة نزلت ل 30 تحت الصفر. سيسكو بيبدأ يقلق لأن ممكن يكون في سياح لسه فوق الجبل والعاصفة ضربتهم فجأة، لكن مديره المباشر آرتور بيطلب منه ما يقلقش زيادة. لو وصل بلاغ استغاثة أو خبر عن حد اختفى هيبلغوه فورا. لكن بعد شوية سيسكو بيوصل له خبر صادم. العاصفة حصرت مجموعتين فوق الجبل، مجموعة من 3 أشخاص ومجموعة تانية من 5. وفي الجبل حالة بيب بتسوء أكتر وأكتر. الستات بيحاولوا يفوقوه ويرجعوا له وعيه، وخوسيه بيقول لأوريول إنهم مش هيقدروا يخرجوه، أصل التلج مغطيه بعمق كبير جدا. لكن السائح الخبير ده بيزعق لخوسيه وبيخليه يستخدم كل قوته علشان يزيح التلج بإيديه. وفي الآخر المجموعة بتنجح في إخراج القائد بتاعهم. أوريول بيقترح ينزلوا كلهم مع بعض في طابور متماسك، لكن إلينا بتقول إنهم مش هيقدروا يكملوا الطريق بالشكل ده. الفرصة الوحيدة للنجاة إنهم يبعتوا أكتر واحد خبرة فيهم يوصل للعربية ويطلب النجدة. وبما إن أوريول أشطر واحد في المجموعة، المهمة الصعبة بتقع عليه. لازم يسيب أصحابه يمشي هو الأول والباقيين يمشوا وراه. لكن لما بيب بيبدأ يعاني من انخفاض شديد في درجة حرارة جسمه، إلينا بتطلب من الباقيين يكملوا طريقهم. هي فاهمة إنهم مش هيقدروا يعملوا له حاجة، ولو فضلوا كلهم ممكن يضيعوا ويموتوا معاه. والست بتقعد جنب جوزها. في الوقت ده خوسيه ومونيكا بيكملوا النزول وسط ضباب التلج، وفي الناحية التانية فريق إنقاذ سيسكو بيوصل لأسفل الجبل وبيبدأ يطلع رغم إن الرؤية شبه معدومة. بيحاولوا يدوروا وسط الضباب بالكشافات لكن من غير نتيجة. في الآخر الرجالة بيضطروا يرجعوا من غير ما يلاقوا حد. رجال الإنقاذ بيقعدوا في مكتب منتجع التزلج، وبعدها سيسكو بيوصل زمايله لبيوتهم علشان يناموا ويرتاحوا. أصل خبرته بتقوله إنهم غالبا هيحتاجوا يشتغلوا ساعات إضافية شاقة بعد كده. أما خوسيه فشايل خطيبته اللي خلاص قوتها اتهدت، لكن لما هو كمان قوته بتخلص بيلاقي صخرة في الضلمة، فبيسحب مونيكا وراها وبيستخبوا من الرياح والتلج الشديد. وهنا بيبدأ اليوم التاني 31 ديسمبر سنة 2000. خوسيه بيصحى وبيلاقي التلج مغطيه، فبيبدأ يحفر طريق لفوق، وبعد ما بيفتح لنفسه طريق بيحفر جنب الصخرة وبيطلع خطيبته. لكن مونيكا كانت قضت طول الليل في البرد واتجمدت وماتت. خوسيه بيغطيها بالجاكيت باهتمام وبقلب مكسور بيكمل نزول. وفي الناحية التانية أول ما الشروق بيبدأ يظهر فوق قمم الجبال، رجال الإنقاذ بيركبوا الهليكوبتر وبيطيروا فوق الجبل بيدوروا على أي أثر للناجين، لكن كل اللي بيلاقوه جثتين فوق قمة الجبل. وبالنسبة لبرينات المنظر المرعب ده كان أول مرة يشوفه في شغله، لكن زي ما خبرة أبوه القاسية بتقول دي مش هتبقى آخر مرة. أول جثث بتلاقيها عمرك ما بتنساها. ولما الهليكوبتر بتبدأ ترجع للمقر، خوسيه وهو بينزل على المنحدر بيشوفها وبيحاول يلفت نظر الطيارين بكل الطرق، لكن للأسف محدش بياخد باله منه. أصل المكان اللي واقف فيه صعب جدا ومستخبي وسط الجبل. وبعدها على طول خوسيه بياخد صدمة تانية، بيلاقي جثة أوريول المتجمدة. السائح الخبير ما قدرش يرجع لتحت ويطلب المساعدة،
وخوسيه لسه ما يعرفش الحقيقة الأسوأ، إنه من كل المجموعة اللي طلعت الرحلة الصبح هو الوحيد اللي لسه عايش، وبيفضل ينزل أكتر وأكتر على منحدر باليندرو. لكن هنا خوسيه بيعمل غلطة كبيرة جدا، بينسى إنهم وهم طالعين كانوا ماشيين في طريق مستوي وسهل، أما دلوقتي فهو اتسحب لممر ضيق ومنحدر صعب، وكل ما ينزل أكتر الطريق بيبعد أكتر عن الطريق اللي طلعوا منه، لحد ما بيلاقي نفسه بيتسلق صخور شبه عمودية وممكن يقع في أي لحظة، وفي الآخر بيقع في فخ شق ضيق وفيه شلال متجمد، وعلشان يطلع فوق الصخور ما عندوش حيلة ولا خبرة كفاية، أما النزول لتحت فهيحتاج نطة واحدة وأخيرة، فبيضطر يقعد مكانه على أمل ضعيف إن حد يقدر يلاقيه. وفي الوقت ده بيرنات وزمايله بيكملوا البحث عن السياح المختفيين، ولسه عندهم أمل إن يكون في حد عايش، وفجأة بيوصلهم خبر على لاسلكي إن المجموعة التانية كان حظها حلو، قدروا ينقذوا واحد من السياح اللي كانوا طالعين الجبل. الأخبار عن اللي حصل بتوصل للتلفزيون، وبتتحول القصة لحديث البلد كلها قبل راس السنة، وبيرنات من شدة حزنه بيرفض يروح حفلة راس السنة ويفضل في البيت، وأبوه بيحاول يفهمه ويهديه. لكن وهم قاعدين بيتعشوا في ليلة راس السنة، سيسكو وابنه بيكتشفوا ان الحكاية لسه ما خلصتش، غير الجثث اللي لقوها والسائح اللي انقذوه في على الاقل 8 اشخاص تانيين طلعوا الجبل في مجموعتين، وعربياتهم اتلاقت في الموقف القريب. الخبر ده معناه ان العيد انتهى بالنسبة لهم ولازم يرجعوا للشغل فورا. بيسيبوا البيت وبيروحوا الموقف العربيات اللي بقت متغطية بالتلج، وبعد ما بيفتشوا العربيات علشان يلاقوا اي اوراق تساعدهم يعرفوا هويات اصحابها، رجال الانقاذ بيبداوا يتصلوا باهالي المفقودين. بعد كده بيدخل اليوم الثالث 1 يناير سنة 2001 في مركز عمليات الإنقاذ. الأهالي اللي وصل لهم خبر اختفاء قرايبهم بيبدأوا يتجمعوا، ومن ضمنهم أم خوسيه، وبتشوف أرتور رئيس فريق البحث بيتكلم قدام الصحفيين وبيحاول يطمن الناس بكلام عام عن إن الأمل لسه موجود وإنهم ممكن يلاقوا المفقودين عايشين. بياخدوا الست لجوه المبنى، وهناك باقي الأهالي مستنيين كلهم قلقانين وزعلانين، لكن لسه برضه جواهم أمل. ومن ضمن الموجودين أبو مونيكا اللي كان لحد الأسبوع اللي فات بيجهز لجواز بنته، وباقي الأهالي بيحاولوا يهربوا من أفكارهم وآلائهم بالكلام والتعارف مع بعض. وبسرعة سيسكو بيظهر علشان يسألهم عن خبرتهم في طلوع الجبل، يمكن حد فيهم يعرف الطريق اللي المفقودين مشوا فيه، وده ممكن يسهل عمليات البحث بشكل كبير. وفي نفس الوقت بتوصل لمنحدرات باليندرو فرق إنقاذ من مناطق تانية، ومعاهم متطوعين وخبراء ومعدات، وفرق البحث بتستعين بالكلاب كمان علشان يدوروا على أي أثر للناس دول. كل الإمكانيات المتاحة بتتسخر في محاولة للوصول لأي نتيجة، لكن خوسيه اللي لسه بيتجمد في الممر الضيق مش عارف أي حاجة عن كل ده. كل اللي يقدر يعمله إنه ينام وهو بيترعش من البرد، ويتفرج على الهليكوبتر اللي بتعدي فوق راسه كل شوية من غير ما حد يشوفه. وبسرعة بيلاحظ إن إيديه اتجمدت لدرجة إنه مش قادر يدخلها في الجوانت تاني. وفوق كل ده بيبدأ يشوف خيالات وتهيؤات لخطيبته مونيكا. في الوقت ده رجال الإنقاذ بيلاقوا أثر لواحد من المفقودين وسط التلج، والجثة اللي بيطلعوها من تحت التلج بيتم نقلها بالهليكوبتر للمقر علشان يتعرفوا عليها، وبتطلع واحدة من الثلاثة اللي كانوا طالعين الأول. رجال الإنقاذ بيشطبوا اسم من القايمة، لكن بالنسبة للأهالي الخبر ده مش مريح أبدا، ورغم كده عمليات البحث بتستمر. وبعد شوية فخ تلج بيكشف عن جثة تانية، التاني برضو من المجموعة اللي كان فيها 3 أشخاص، وبكده من الفريق ده ما بيتبقاش غير أنخلس. وبعد فترة رجال الإنقاذ بيكتشفوا كومة زلاجات سابتها مجموعة أوريول، وسيسكو ورجالته بيكملوا تمشيط الجبل، لكن لسه مفيش أي نتيجة. وكمان بينضم ليهم رجال إنقاذ قدام علشان يساعدوهم، وكمان متطوعين وحتى خبراء أجانب، ومنهم فرنسيين جايين بالمعدات بتاعتهم. وفي الوقت اللي خوسيه التعبان والعطشان بيحاول يشرب مية من ينابيع التلج، الفرنساويين بيطيروا حوالين المنطقة في الهليكوبتر وبيحاولوا يلقطوا أي إشارة تدل على وجود حياة، وبيعدوا فوق الممر اللي خوسيه محشور جواه لكن من غير ما يلمحوه. وعلى المنحدر رجال الإنقاذ بيلاقوا جثة أوريول، ورغم إن بطاقته موجودة معاه بيتم نقل الجثة للمقر علشان برضه يتأكدوا من هويته. وهناك أخته هي اللي بتوصل وبتتعرف على أخوها،
وفي نفس الوقت رجال الإنقاذ بمساعدة الكلاب بيلاقوا جثتين تانيين مدفونين تحت التلج، إلينا وبيب. وبكده المفقودين اللي لسه مصيرهم مجهول بقوا 3 بس، مونيكا وخوسيه وأنخلس. لكن النهار بيبدأ يخلص وأرثر بيدي أمر بوقف عمليات البحث. أصل آخر حاجة ناقصة إنهم يفقدوا واحد من رجال الإنقاذ فوق الجبل في الضلمة. لكن سيسكو لسه عنده أمل، بيقنع مديره يديهم فرصة أخيرة لحد ما آخر ضوء في النهار يختفي. وبرنات بيستغل الوقت الإضافي صح، وبيلاقي تحت صخرة طالعة جثة مونيكا متغطية بالجاكيت بعناية. رجال الإنقاذ بيبلغوا المقر فورا، وبعدها أرثر بيروح يقول للأهالي اللي لسه مستنيين إن جثة تانية اتلاقت، ودلوقتي أم خوسيه بس هي اللي لسه عندها أمل إن ابنها يطلع عايش. لكن عمليات البحث لازم تقف بالليل، وسيسكو فاهم حاجة واحدة: لو السائح الأخير ده لسه عايش فعلا فهو مش هيستحمل لحد بكرة. وهو قاعد جوه الهليكوبتر بيطلب من الطيار يعمل لفة أخيرة طالما لسه في شوية نور. رجال الإنقاذ بيلفوا فوق الجبال المتلجة وبينزلوا ناحية الممرات الضيقة اللي بينها، والطيار بينبههم ان جاء وقت الرجوع. في اللحظة دي سيسكو فجأة بيلمح حاجة: بني ادم متكوم فوق التلج. الهليكوبتر فورا بتثبت فوق الشلال، والكل بيحاول يعرف هو عايش ولا مات. وفي الوقت ده خوسيه نايم وبيحلم بمونيكا، وهي بتنادي عليه وبتطلب منه يروح لها. وفجأة بيصحى، بيقف وبيرفع عينيه لفوق، وهناك بيشوف الهليكوبتر فوق راسه على طول. رجال الإنقاذ بينزلوا له بالونش علشان يطلعوه معاهم للطيارة. وأرثر والأول مرة من بداية الكارثة بيوصلوا خبر حلو، فبيجري يبشر أم خوسيه إن ابنها لقوا عايش. والهليكوبتر بتاخد خوسيه وبتطير بيه ناحية الغروب جنب قمم الجبال الجميلة اللي واقفة مكانها كأنها ملهاش دعوة بكل اللي حصل. وفي النهاية الفيلم بينقلنا المشاهد أرشيفية حقيقية لعملية البحث والإنقاذ اللي حصلت في جبال البيرينيه سنة 2000. وجثة أنخلس ما قدروش يلاقوها غير في الربيع لما التلج بدأ يسيح. والأحداث دي اتسببت بعد كده في تغيير قواعد وبروتوكولات البحث والإنقاذ، وسيسكو كمل شغله في الإنقاذ مع ابنه، ولحد ما مات سنة 2024 كان دايما مشغل جهاز اللاسلكي في بيته علشان لو حد احتاج مساعدته في أي وقت. أما خوسيه ففي سنة 2014 رجع لجبال باليندرو مرة تانية وطلع القمة علشان ينهي الحكاية دي ويتخلص من أثرها جواه للأبد. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.